عابد، بلغ الهليكوبتر بالاحداثيات وخليه يجهزوها. حاضر معلم. قبطان فينا نقلع. Audio Jungle. Audio Jungle. ويسعد اوقاتكم لجميع المتابعين والمتابعات الاحياء منكم والاموات، يلي لحد الان مو عمل سبسكرايب بالقناه يعمل هسه. هلا انا بعرف المسدس فيه من 10 رصاصات الى 20 رصاصه، الا سلاح مراد على الانذار. رصاصاته مثل شوار العدس. كل شركات صناعه الاسلحه عم يحاولوا يكتشفوا السر الموجود بسلاح مراد على الانذار تبع الدقيقه، تعبيد ما بخلص ذخيره تعبيده، وانه المسدس اقوى من القناصه وبصيب من على البعيد كمان، لذلك اكثر من مره ومرتين حاولوا يخطفوا مراد على الانذار، بس عابد دائما بكون لهم بالمرصادي وبيخرب لهم مخططات تعبيدهم. ولك بتحس مخرج تبعيد وادي الذئاب نزل مجاكره وعناد مع مخرج تعبيد باب الحاره مع بسام المله، مين بينزل جزء؟ الثاني بيلحقه فورا. بس لنكون منطقيين، وادي الذئاب متعوب عليه كثير، يعني مو حاره وباب ورسمال الحبكه تعبيتهم ابو النار يهجم على حاره الضبع. صحيح بهالمناسبه العزيمه معتز من باب الحاره ولا من وادي الذئاب؟ بس يا اخي شو بدها بالحكي؟ مراد على الانذار قوي وكثير كمان، اكثر ما بتتخيل. ولك تخيل وصل على فلسطين والعرب لسه عم بمسحوا دموعهم من ورا تعبية النكسة، والاشتباكات تعبية الوادي الذئاب بيكون الرصاص مثل زخ المطر. خدني وجيتك، وهالطلقات ما بتسيبوا مراد على الانذار، بس بيقتل اشخاص من جماعته ويكونوا مالهم مشهورين، يعني سبحان الله الطلقه بيعرف اين هو مراد على الانذار اين هو عابد، بيغير طريقه، بروح بيقتل الباقيين. هدول ابطال المسلسل، لازم اغير طريقي واروح اقتل واحد ثاني. انت واحد مجنون ولك. واش بيكم كلامكم بعدتوا؟ ايه بعرف والله العظيم بعرف انه ميمات انقتل ورهف ماتت وعمران انقطعت ايده، ولك عادي مشان اكشن المسلسل فوق ما هو اكشن. ايش بيكم؟ يعني رقصني يا جندع. لك في شغله كنت نسيانه يا ولد، منيح تذكرته. يول ما دققتوا وادي الذئاب عم يصور شو عم يصير بالارض الواقع، يعني فات على سوريا والعراق وصوروا في انقلاب بتركيا وقتل سفير الروسي ولك كثير شغلات، بس ما حدا في من المشاهدين حس انه هي مؤامره، انه وادي الذئاب متواصله مع جهه خارجيه
يزعزع امن المنطقة. شبكن شغلوا مخكن شوي. يعني مراد على الدار محتمل ان يكون ماسوني. ايه، وفي جهات خفية عم تدعمه لحتى يسيطر على العالم. ايه على العالم؟ مثل افلام كرتون بينكي وبرين. ولك انا ابو الفوز ابو الافكار الجحنمية. وبما انا عم نحكي على وادي زيام، ما حلي ما نجيب سيرة الخال زازا، ولا نسيتوا خالي؟ ماتي ما بتحبني؟ اللي شي شغلة يا زازا تخليني حبك بعد طول العمر. هلا هذا تبعكن ابو الجزمز الحلو. واللي ما بيحط لايك وسبسكرايب بيكون ما بيحبني. يلي ما بيحب خالي ابو الفوز شو بيصير فيه؟ منكم واليكم ابو الفوز بيسلم عليكم. ولهون بيكون وصلنا على نهايه الحلقه. لا تنسوا تتفرجوا على الفيديوهات الماضيه وتضيفونا على مواقع التواصل الاجتماعي بتشوفوه بصندوق الوصف. لا تنسوني مهما كرهتوني. تضلوا بخير وتلاقوا الخير وتصبحوا على خير. سلام عليكم.